السلام عليكم، صحة فطوركم، واش راكم؟ إن شاء الله كاملين تكونوا بخير، إن شاء الله ناسكم وحبايبكم يكونوا بخير، كراكم دايرين؟ كراه داير الجو عندكم؟ حنا صايب بدات شغل تسخن الحالة عندنا مش عارفة نتوما اسكو نتوما تاني ولا غير حنايا، فهمتوني كل منطقة وكيفاش قولولي في لي كومونتير، وربي يعاوننا وربي يقدرنا وربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال كيما راكم تشوفوا اليوم. جبت لكم هاد التحلية اللي تبرد على الخاطر، هذا واش يسلكك في هذا رمضان. تحلية منعشة بنينة شابة خفيفة، غير مكلفة اقتصادية، المهم قاع كما نقولوا قاع واش تحبي تقولي فيها قولي فيها. رائعة بزاف وبنينة بزاف كما قلت لكم متبرد على الخاطر لعشاق الليمون والبرتقال. هذه التحلية ليكم نتوما اللي يحبوا الليمون والبرتقال، هذه ليكم نتوما. شوفوا كيفاش تجي شابة. هاد التحلية درتها بعصير البرتقال وعصير الليمون. راح نقول لكم الوصفة واش درت فيها دوك نروحوا لطريقة التحضير. وقبل لا نروحوا لطريقة التحضير الأشخاص الجدد، إذا عجبتكم القناة ما تنساوش الاشتراك في القناة وتشغيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش تشجعوني بلايك. نروحوا لطريقة التحضير. أول شي نحتاجو عصير ليمون، هذا عصير طبيعي. درت عصير ليمون راني دايره معاه كميه من الماء، اكيد كما تعرفوا الليم حامض بزاف، داك علاه راني دايره عصير ليمون ومعاه كميه من الماء. راح نضيف واحد هكذا 3 مغارف كبار نتاع فارينه، تقدروا تعوضوهم بالنشا. انا درت ايطرو، هاد الكميه اللي درها فيها 1 لتر عصير ليمون ممزوج مع الماء اكيد باش ما يجينيش حامض بزاف. 1 لتر درت فيه 3 مغارف كبار تاع فارينه بومبي. اذا بغيتو ديروه بالمايزينا أكيد المايزينا تجي مضاعفة على الفرينة، كما تعرفوا الفرينة كتقل في ساع تقل في ساع الكريمة. باغ كونطخ المايزينا دايما كيما دركا درت 3 مغارف كبار بومبي، إذا درتو مايزينا ديرو 5 مغارف كبار باش نكون واضحة معاكم. السكر درت 5 مغارف عامرين مليح كما شفتوا. والعصير الليمون تاعي كنت دايرته مجمداته في الكونجيلاتور، كنت عصراته ودايره فيه نسبة من السكر، ما كانش ماشي حامض 100% فهمتوني. وزدت السكر باش يجيني كيما نقولوا الذوق داك هو سوا. حطيتها فوق النار حتى طلقت لي كيما موالفة ندير انا وياكم التحلية تاع الكريمة بهاد الطريقة. فوالا بعد نديرها في الكؤوس نتاعنا. نروحوا للطبقة الثانية اللي راح نديروها بعصير البرتقال. راح تشوفوا معايا ما صورت لكمش العلبة نتاع عصير الليمون لانه درته وخلطته وكيما نقولوا راحت عليا، ومن بعد كي بغيت ندير الطبقة الثانية تاع البرتقال قلت لازم نصور لهم باش يشوفوا كيفاش مستحفظة به. انا كامل عصرته ودرت الزاز نتاعه وخليته في الزاز نتاعه بيته معاه مع السكر. تطلق مليح الزاز طلق مع العصير نتاع البرتقال ومع العصير نتاع الليمون. من بعد درته في علب راح تشوفوا معايا. هذه نخلوها تبرد تشد راسها ونروحوا للطبقة الثانية. راح تشوفوا معايا كيفاش خادمة العصير نتاع البرتقال كيما هكذا ميم تاع الليم دايرتها بنفس الطريقة. راح نوريكم دوك تشوفوا دايرتها في المجمد. تشوفوا كيفاش دايرتها عصراته موجداته كونسونطري عصير فقط كيما دركا هذا عصير برتقال فقط 100% ما فيه حتى حاجة. ودايرته كونسونطري كنت دايره معاه الزاست نتاعه كيما دركا راه طلق الكو قوي فهمتوني. دايره معاه الزاست نتاعها ودرت معاه السكر زاد طلق جا الكو قوي. ديري غير مغرف ولا 2 مغارف يطلق لك الكو نتاع عصير البرتقال قوي فهمتوني يا البنات. درت هاد الكمية وراح نخلط ونشوف إذا بلي اللون مازال خاصه شوية الإصفرار راح نزيد كمية واحدة أخرى نتاع ونزيد مغرفة تانية نتاع عصير البرتقال باش يجيني اللون أصفر ويجيني قوي فهمتوني البنات. هو وراح ندير الزاز نتاع الليمون فوالا هذا اللي يعطيني اللون هذاك الأصفر القاتم كيما شفتوا معايا. تاع الآخر البرتقال يعطيني داك اللون البرتقالي كيما قال فهمتوني. وراح نديرها هذيك طبقة تانية فوالا. هنا راني دايرة نزيد السكر نضيف السكر راح ندير 3 سكر فوالا باش يجيني كيما نقولوا يجي الحلاوة نتاع مليح، لأن عصير البرتقال نتاعي جاي حامض ماشي من هذاك الحلو فهمتوني تاع اللي يجي درت سبيسيال نتاع اللي يجي فهمتوني. ودرت مغرفة كبيرة نتاع فارينة كيما شفتوا معايا
فوالا فهمت لأنه راني دايرة كمية قليلة راكم تشوفوا خاطرش غادي نديرها غير من الفوق كي شغل طبقة خفيفة فهمتوني. ها هي بعد اللي تمسكت لي نوعا ما راح نضيف غير هكذا بالمغرف باش ما يهبطليش ما يتخلطليش الاول مع الثاني لانه مراهش بارده مليح راكو عارفين مع التصوير والاخر كنزرب مابا هكذا ابان ما شدت راسها شويه درت الطبقه الثانيه راكو فاهمين. نبغي نعجل كي نكون نصور نبغي نعجل وسورتو في رمضان كيما نقولوا رمضان الوقت والله راه يفوت بسرعه مانيش عارفه كيفاش راه يفوت. بوطوني نوض شويه بكري من 11 تاع النهار وانا نايضه ندير الميناج تاعي وكل شيء. دي فوا الميناج نديره في الليل بعد اللي نصلي الفجر نيطواي نسيق والاخر باش كي نوض الصباح على 11 الدار تكون نقيه فهمتوني فوت غير جفاف خفيف ديك هي الدار تكون نقيه. ندخل نيشان الكوزينه وملي ندخل هكذا كيما نقولوا نحسه قصير في ساعه يوصل المغرب. راكو عارفين تدخلي طيبي عاود تخرجي وقت الظهر تروحي تصلي الظهر تقراي شويه قران عاود يجي العصر تروحي تصلي العصر عاودي تقراي شويه قران الورد نتاعك اليومي باش هكذا تختمي في وقت قياسي اي ديك هي الوقت يفوت ليه على بالكم. فوالا هذه بعد اللي بردات زينتها بلاك خام شونطي هكذا من الفوق درت ليها هاد الشكل وزينتها بهذوك الشرائح نتاع البرتقال. هذوك الشرائح تاع البرتقال كنت معسلاهم ومخبياهم في الكونجيلاتور وقت اللي نحتاجهم نجبدهم كما راكم تشوفوا معايا. تزيين بسيط خفيف ظريف كما راكم تشوفوا. ليسونسيال هذه كانت التحليه نتاعنا ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله تردوها ان شاء الله تردوها يا حي عليا ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير. وما تنساوش تقدروا على داك اللايك تشجيعا لي ونشكر كل شخص راه يدعمني نشكر كل شخص راه يشجعني سواء بتعليق محفز ولا بلايك. نشكركم كاملين وراكم على العين والراس اذا تحبوا كاش وصفات ثانيين بعثوا لي قولوا لي نديره لكم على العين والراس ما كان حتى مشكل. راح نقسم لكم من وحده راح تشوفوا تسنى نوريكم هذه شوف راني نقدمها لكم راح نقسم لكم من هذيك الثانيه راح تشوفوا كيفاش يجي شكلها شباب. فوالا بعد اللي تبرد مليح وتتماسك تجي اكثر من رائعه وتجي بنينه كما قلت لكم تجي تبرد على الخاطر تجي منعشه سورتو اللي يحبوا هاد الاذواق نتاع الليمون والبرتقال تجيكم شابه بالبزاف وتجي بنينه اكثر من رائعه. شوفوا راح نقسم لكم منها باش تشوفوا معايا. شوفوا كيفاش يجي القوام نتاعها يجي القوام نتاعها رائع بزاف وتجي خفيفه بالماكينه هكذا كي تاكليها في الساعه هو تجي خفيفه على الفلون. انا صراحه نحبها على الفلون تجي خفيفه بزاف وتجي منعشه. شوفوا كيفاش يجي القوام نتاعها يجي اكثر من رائع كتشوفوا كيفاش خفيفه روعه. شفتوا تجي اكثر من رائعه ان شاء الله تجربوها مع ليا غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم وصحه سحوركم والسلام عليكم.